أسعار الأورو في المساء واش طرا لها هي والدولار والجنيه الاسترليني، وقتاش راح يتغيروا بالتحديد، وعلاش هذا العام يعتبر أسوأ أداء للأورو. وكذلك متابعينا نشوفوا أيضا واش راح يصرى من نهاية العام، توقعات على المدى الطويل نوعا ما. صلوا على النبي وديروا لنا الإعجاب والاشتراك. متابعينا نبداو لكم مع الموضوع على عجالة ونعطيكم الأسعار اللي يحب يشوفها يصوتي مباشرة لنهاية الفيديو اللي ما يحبش التوقعات. أولا متابعينا كما قلنا لكم، شوف كي دخل 2026 شحال كان يدير الاورو؟ 2 ملايين و820، هذا من يشريوها عليك 2 ملايين و800، والبيع 2 ملايين و830 كان يوصلها حتى ل 40 عادي جدا. ولكن ملي بدا يمشي 2026 متابعينا كل شهر يطيح الاورو شويه، من داك الشهر كامل يطيح لك 10000، زيد يجي الشهر الثاني زيد يطيح 10000، هكذا. وحنا رانا واحد 7 شهور هكذا ولا تقريبا 8 شهور، كل شهر راه يطيح بحوالي 10000 على الاقل، من 9000 8000 10000 كل شهر هكذا. لو كان اللي تجي تحسبها وتلاحظها متابعين، على الاقل نقولوا 10000 راه يطيحها شهريا. وهذا عكس التوقعات متابعينا، وعكس الشيء اللي صرا في السنوات الماضيه. لانه العام اللي فات طلع ب 300، اللي قبله طلع ب 100، اللي قبله ثاني كان طلع ب 150 الف، كل عام كان يطلع. غير العام هذا رانا قريب نخلصوا، ما بقاش بزاف 2026 باش يخلص، وما كانش هذيك الارتفاعات اللي فوق الشيء اللي بدا به في 2026. صح العام اللي فات كان ارتفاع يعني غير معقول، وصل حتى 2 ملايين و800 الف، هو المتوسط تاع ارتفاع الاورو سنويا. كنا نعرفوه باللي يطلع لنا تقريبا حوالي 100 الف الى 150 الف سنويا. اما هذه السنه اللي فاتت هو اللي دار فيها الاستثناء بالارتفاع التاريخي والصادم، والعام هذا هو جايبها غير الهبوط، ولكن الهبوط بالتدريج وخفيف. على هذه ممكن العام هذا يخلص به وهو متراجع بحوالي 100 الف على الشيء اللي بدا في 2026. على كل حال نتبعوا ونشوفوا، ولكن مستبعد باش يصراو اي تطورات كبيره في اسعار الاورو من نهايه العام، والله اعلم. حاليا 100 جنيه استرليني يشريوها عليك 3 ملايين و90، والبيع 3 ملايين و120. ممكن تسيب لا ديفيرونس ب 10000. كذلك ممكن تسيب لا ديفيرونس ب 10000 في الدولار اللي راهم يشريو فيها 100 دولار 2 ملايين و370، والبيع 2 ملايين و400. و100 اورو في السكوار راهم يشريو فيها في العموم 2 ملايين و735، والبيع 2 ملايين و755. ممكن تسيب لا ديفيرونس ب 10000.